السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معاكم رجالة بيجي محمد رزق. النهارده بأمر الله يا جماعة عايز اوريكم كام حاجة كده وتقولوا لي ايه رأيكم. بأمر الله نشاوروا بعض كده. بصوا يا رجالة، أول امبارح أنا كنت بصطاد. أول امبارح مصطفى كان بيرمي حايش فرد الحمام ده. بالصورة الأبيض الساحلة ده، بص عامل ازاي. فرد حمام بسم الله ما شاء الله، منظر بس. مصطفى كان حايشه أول امبارح. الاسترالي ده شايفينه؟ وما عملش معاه اي حاجه، حطت منظر على الفاضي. بقول لكم يا رجاله، صحيح انا في صفحه عملتها على اليوتيوب على الفيس، اسمها حمام اسكندريه محمد رزق، على اسم القناه بتاعت اليوتيوب. صفحه على الفيس، لو في حد عايز يخش يتابعني فيها باذن الله. برضه هنزل فيها الفيديوهات بتاعتنا. اسمها حمام اسكندريه محمد رزق. ده غير الجروب يا جماعه، دي صفحه خاصه غير الجروب، مالناش دعوه بالجروب. في عندي بقى الكرك ده. الكرك ده كان بتاعي يا جماعه، وانا عطيه لواحد صاحبي كده كان بيفرخه، واحد حبيبي. كرك كويس يعني، هديله الطيره دي. الطيره الكركايه دي شايفينها؟ الطيره الكركايه دي يا زغلولتي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني حديد، طيره حديد الله اكبر عليها. هعملهم قصه كويسين باذن الله. بس عيبها ان الطيره دي عزيزه قوي في البيض يا جماعه، يعني ممكن تبيض مثلا في السنه مرتين ولا حاجه. مشكله ان لما ربنا كرمنا وباضت، كنت عاطيها عايز دباني سروال كده كرك، سبحان الله باضت بعد عذاب. وفي الاخر اول يوم البيض فقس فيه العذاب الذكر مات. قلت سبحان الله. بص بقى، عايز اخد لكم كام حاجه كده رجاله، وتقولوا لي ايه رايكم. طبعا انا في حمام بحوش وما بصوروش لان ملوش لازمه، يعني ايه ان انا اصوره. فانا هوريكم كام حاجه كده تقولوا لي رايكم، هل اسيبه مع الزغيل بتاعت الصيف ولا لا. بصوا يا جماعه، مبدئيا فاكرين بنيدي ده؟ البنيدي ده اللي انا نزلته الفيديو اللي فات لما قطعت بيه وحوشته، تمام. البنيدي ده يا رجاله طبعا احنا اصحاب، انا باخد في منطقه تانية، بس كلهم صحابي طبعا. قعدت معاهم طبعا، بنهزروا مع بعض. البنيدي بتاع النهارده ده التعميم بتاع. فالمهم كذا واحد اجمع ان البنيدي ده بقاله يومين ثلاثه فرد حمام منطور، وبقاله يومين ثلاثه كان في المنطقه دي، يطلع ياخد في المجال وينزل يبات على العماره. ده الكلام اللي وصلني، ينزل يبات على عماره. بقول لك بقاله بالظبط بتاع 3 4 ايام، يومين ثلاثه كده كانوا بيشوفوه يطلع ياخد في الحمام وينزل يبات على عماره. فصدف ان انا قسمت بيه، فمسكته. فانتوا ايه رايكم، اسيبه مع الحمام في الصيف واجربه ولا ايه الدنيا؟ وعايز اقول لكم ان مفيش حد بيغفلني عشان مثلا افتحه ويروح، لا. فرد الحمام فعلا لما مسكته اول يومين كان بياكل بطريقه غريبه، وفرد الحمام خفيف. يعني انا مثلا ايه، الفرد ليه بوادر فعلا، الكلام ده صحيح. فرد الحمام كان خفيف، حتى لو تلاحظوا نزل عايز يبوب على طول. مش فرد حمام SM بي بتاع، لا ده فرد حمام عايز ينزل مركز على الاكل مركز على الشرب. فايه رايكم نفتحوه نجربوه ولا ايه الدنيا، ولا نبيعوه خلاص؟ تمام، ادي واحد. تاني حاجه معانا الاتنين دول، الطرطور ده اللي هو ده اهو، والمسافات ده. الاتنين دول انا هعيشهم ازاي بقى؟ المسافات ده يا رجاله، ده زغلول عليه 7، مكتوب عليه دبلتين المعلم صقر، مكتوب عليه المعلم صقر. ده زغلول عليه 7، ده كان منطور يا جماعه. جه بعد اذان المغرب كده حاول مني في العمال ويجري وبتاع، حطيت له الحمام وقعدت ارجله لغايه لما جه ركب جنبي وقام ايه، قام مبوب. ده واحد حلو اللي هو بالنسبه للمسافات ده. الكلام ده بالظبط بقاله بتاع 5 ايام 6 ايام كده. وعندي الطرطور ده انتوا ممكن في الكاميرا تشوفوه تقولوا عليه طيره، بس هو ايه، تمسكه في الطبيعه هتلاقي دماغه كبيره كده وخشنه، بأمر يطلع ذكر. الطرطور ده برضو يا جماعه انا كنت رامي الحمام
جه اخد في الحمام وطاير فيهم بسم الله ما شاء الله، فرد داير وعارف الدوره. ده اللي انا قلقان منه الصراحه. كان هو جه اخد في الحمام لوحده، فهل بقى ده منطور او قايم من عند حد مثلا وقام اخد فيا حوشته؟ فانا مش عارف فرد الحمام ده كان منطور ولا بتاع حد. فايه رايكم برضو نجربوه نفتحوه مع الزغاليل؟ يبقى احنا كده عندنا 1 2 مسافات والطرطور والبنيدي ده. فانا عايز اخد رايكم برضو يا جماعه وتقولوا لي ايه الدنيا، كان نفتحوا ال3 حمامات دول ولا نبيعوهم ولا نبيعوهم. تمام. بالنسبه للناس بقى اللي بتقول لي وريني المفرخه بتاعتك، يا جماعه انا ما عنديش مفرخه، انا خفيت حمامه قوي من زمان. انا كل اللي عندي كام قص، كل اللي عندي كام قص. هم كام قص اللي عندي يا جماعه؟ عندي القطاطي ده انتوا فاكرينه طبعا، ده القطاطي بتاع الاولى بتاعي الكبير. السنه دي انا ما فتحتوش خالص، بفرخه بقى خلاص اريحه، وراجل كبر في السن قلت استفاد من زغاليله. كنت اعطيله طريقه تانية خالص غير دي، جاب لي اسود فغيرت عليه الطيره. تمام. شوفوا كام قص الموجودين. في عندنا قص البلق دول، دي الطيره دي كنت برميها في الصيف، طيره بسم الله ما شاء الله من حديد. قلت لها الدكر ده كويس برضو بسم الله ما شاء الله عليه. لسه رمي بيضه من امبارح والله طلع فاضي، طلع مروق. في عندنا دكر الكرك ده، عطيله الطيره ام كشك. انا ما عنديش اصلا يا جماعه غير طيره واحده بس، اللي هي الطيره الكرك اللي بره، وكان عندي دكرين كركات. فعطيت الدكر اللي مات قلت لكم عليه في اول الفيديو ده للطيره اللي بره، ما حصلش نصيب، الدكر مات. ففضل الدكر ده قلت ايه اديله الطيره الكشكيه دي واجرب هيجيبوا ايه. بس كرك بسم الله ما شاء الله من الحمام القديم. فجايبين لي كشكات برضه يا جماعه اهو، جايبين لي كشكات. الزغيل طلع بكشكات اهي، بس الدكر من حديد والطيره من حديد. الطيره دي اصلا زغولتي من فرخي، يعني الاهالي كلها ونسلها كله انا عارفه. عقبال ما اشوفوا طيره كلها كويسه باذن الله. في عندنا دول قص، ده الدكر الطرطور سروال بتاعي بتاع الاولى، ده طرطور سروال ومع الطيره السرواله دي. دول الله اكبر عليهم، طيره تشوفها تقول عليها دكر بسم الله ما شاء الله عليها، زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا الطيره وجمالها، دي طيره بسروال ومعاها الدكر الطرطور سروال بتاعي. افرجكم دلوقتي على ابنه وتقولوا سبحان الله، والله العظيم تقولوا سبحان الله. بصوا ابنه يا رجاله، بصوا ابنه كربونه واتقسمت نصين، بس ابنه يعني تحس انه مستحدث شويه، وشه اتظبط عنه سبحان الله. والبنفسجيات دي ادي بنفسجي، وادي التاني، دول اخوات الشاب ده، ام واب، ام واب يا رجاله. تمام. يلا انا عشان مطولش عليكم، انا بس كنت عايز اقترح عليكم الحوار ده اللي هو الزغول المسافات والزغول الطرطور والبنيدي ده، نشوفوا قصته ايه برضو مع بعضينا. انا حللته معاكم وقلت اوريكم الفرد المصطفى حيشو ده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.